اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من كورس ازاي تبني نفسك كمساعد افتراضي خطوه بخطوه. في الحلقه اللي فاتت ادينا مقدمه عن المساعد الافتراضي وممكن تبص عليها في الاي اللي فوق ديت، وبمشيئه الله في الحلقه ديت هنتكلم عن اول تولز مهمه معانا وهي الكوميونيكيشن تولز. خد بالك يا صديقي، لما انت تكون مساعد افتراضي لازم تعرف ازاي تتواصل مع العميل عن طريق منصات محدده، لان بيكون في عدد كبير من الناس موجود في الفريق بتاعك، فلازم تكون في ادوات على الاقل تكون مجانيه وتعرف تستوعب هذا العدد من الناس عشان تعرف تعمل ميتينجز. هتخش حاجه اسمها ويبينارز او حاجه اسمها كومباني ميتينج بيتعمل مره كل شهر تقريبا، فلازم تكون عندك درايه كويسه جدا بالادوات ديت. على قد ما هي بسيطه على قد ما هي هتفرق معاك بشكل كبير قوي، لان هرجع واقول لك الكلمه بتاعتي اللي انا بقولها في كل حلقه. المساعد الافتراضي هو بمنتهى البساطه حلقه الوصل الواضحه والصريحه اللي بتعرف توصل كلمه صاحب الشركه للفريق او للعميل الخارجي اللي بره الشركه. الادوات هي سلاك، زوم، جوجل ميت، ومايكروسوفت تيمز. انا عارف ان في ناس كتير منكم ممكن تكون عارفه الادوات ديت، ده الفاونديشن او التاسيس بتاع الفيرتشوال اسيستنت، ادوات التواصل. وكل اداه من دول هشرح لك فيها انت بتعمل ايه كمساعد افتراضي. وهنا لما بقول لك على جوجل ميت مش بس بتكلم على جوجل، احنا بنتكلم على جوجل سويت، مجموعه جوجل بالكامل، بس هنختص منها في الحلقه ديت جوجل ميت اللي تقريبا اغلبكم عارفه. بس ما تنساش، خد بالك احنا تعبانين جدا في السلسله ديت، فطبعا فضلا وليس امرا كومنت او لايك او اكتب انا مساعد افتراضي 2025 عشان نفضل مكملين في السلسله ديت. يلا بقى بينا نشرح بشكل عملي. لو احنا بدأنا وقلنا انهي حاجة ممكن نستخدمها كشغلنا كفيرتشوال اسيستنت، هتقولي انت بجد جاي تشرح لي زوم وجوجل هانج اوت؟ انت عارف زوم ان هو زوم اللي انت بتخش عليه مع زمايلك وتعملوا ميتينجز وتتكلموا مع بعض او مع المحاضرة بتاعتك او الشغل بتاعك. ولكن انت كفيرتشوال اسيستنت في حاجة اسمها الكي فيتشرز او الحاجات المفتاحية اللي هتخليك مع الوقت لو العميل جاي بيقول لك اختار انهي قناة كفيرتشوال اسيستنت اتعامل بيها مع العملاء بتوعي، هترشح له يا اما زوم او جوجل ميت، سلاك او فلوك او مايكروسوفت تيمز. انا حاطط قدامكم هنا اهو عشان برضه ما اطولش عليكم قوي استخدامات زوم. زوم هو اداة ممتازة للفيديو ميتينجز وللويبينارز. الويبينارز انك بتستضيف عدد كبير من الناس في ميتينج، فالسيرفرات بتاعت زوم او مايكروسوفت تيمز لان الاثنين مملوكين لشركه مايكروسوفت بيتيح لك انك تستضيف عدد كبير من الناس بدون مشاكل في المكالمات ديت. وكمان بيتيح لك اتش دي كولز، وفي نفس الوقت كمان بيديك ادفانس تولز للويبينارز. احيانا انت ممكن تعمل حاجه اسمها شير سكرين، ان انا زي ما عامل دلوقتي كده افتح الشاشه بتاعتي قصاد شخص تاني ويبتدي ان هو يشرح لك حاجه. طيب ايه بقى مشكله زوم؟ انت طبعا ممكن توقف الفيديو في اي وقت وتقعد تقرا الحاجات ديت. زوم ما هو الا اداه نعمل عن طريقها الميتينجز، ولكن مش بتتيح لي ان انا بعد ما اقفل معاك الميتينج ان انا ابعت لك رسائل او تكست بشكل كبير قوي، عكس الادوات التانية اللي انا هشرحها لك. ومش كده بس، كمان هو ببلاش وبيديك لحد 40 دقيقه تايم ليميت للجروب ميتينج بتاعك. فهو فعليا بيست للويبينارز، الكلاينت كولز، السكيورتي عامه، والاديوكيشن او التعليم. فلازم لما انت بتختار زوم يبقى عندك ايفنت كبير او كلاينت كول مهمه انت داخلها، فانت ممكن ساعتها تختار زوم. دوت مش بيقلل من حجم الادوات التانية، ولكن كسكيورتي وايز انا دايما بفضل زوم عن اي حاجه تانية. طيب نفرض ان العميل بتاعي قال لي يا حسن انا عايز استخدم جوجل ميت، عادي هستخدمه، ولكن انا دايما برشح للعميل افضل اوبشنز. وانت لازم تبقى عارف دايما ايه الفرق ما بين زوم، جوجل ميت، سلاك، وفلوك. فانا هرشح لك لو انت عاوز تتعلم زوم، هو اول حاجه انت محتاج تتعلمها ازاي تعرف تعمل حساب على زوم. منتهى البساطه، هتخش على زوم، الاكونت بتاعك، تدوس على بلاتفورم وتدوس على ساين اب، دخل الايميل بتاعك، وشكرا على كده بقى عندك الزوم اكونت. واعتقد ان حاجه زي كده مش محتاجين ان احنا نشرحها لوقت طويل. لو جينا بقى لجوجل ميت، جوجل ميت يعني بصوا الاختلاف ما بين الاثنين هو مش كبير قوي، ولكن هتلاقي ان الاختلافات ابتدت تبان قدامك عن طريق المقارنه اللي انا حاططها ديت. هو تقريبا بيديك نفس مزايا زوم، خفيف جدا. لو انت عندك مشكله في الانترنت، احيانا زوم بيتطلب سرعه انترنت عاليه شويه او بيحصل مشاكل. للاسف بقى هنا في جوجل ميت بيبقى ليميتد شويه للويبينار سبورت، يعني لو عندك عدد كبير من الناس مش هيدخل الناس كلها وهيبقى بعدد وتقريبا هتدفع فلوس.
الشات فيتشرز ان انت تبعت رسائل للناس، وهشرح لكم دوت في سلاك وفي فلوك. الشات فيتشرز تقريبا ما بتكونش موجوده غير ساعه الميتنج بس، وبعد كده خلاص شكرا، ما بتعرفش تبعت للناس رسائل تاني. ودي حاجه مهمه جدا. تخيل انت في ميتنج مع حد وخلاص عاوز تعمل حاجه اسمها ريكاب للميتنج، عاوز تعمل ملخص للميتنج ده، هتلاقي ان حاجه زي كده جوجل ميت مش هيدعمك فيها قوي. وعشان كده مش برشحها قوي في الايفنتات او انك تقعد تبعت رسائل للناس بعد الميتنج. طبعا هتعرف تعمل فايل شيرنج او سكرين شيرنج. وبالنسبه للانتجريشن، يعني ايه انتجريشن انك تربط اداه معينه، عشان بس ما اديلكمش تفاصيل كتير قوي، بجوجل ميت. يعني مثلا ممكن عندك اداه زي نوشن اعتقد الناس كلها او تقريبا تعرفها. نوشن هي اداه بتساعدك على تنظيم اعمالك وتنظيم مهامك، ممكن تربط بيها مثلا جوجل ميت. فهتلاقي ان جوجل ميت مع نوشن مثلا مش شغال كمثال. تمام، انا ما جربتش قبل كده فانا مش عارف. فبالتالي في ناس ممكن تربط التاسك او الاكشن اللي انت هتعملها يوم الثلاث بميتنج هيسمع عندك في نوشن، والمفروض ان هو يسمع في جوجل ميت. ده بنسميه انتجريشن، انك تربط الادوات ببعضها، فدوت مش هيكون مدعم في جوجل ميت. productivity tools، يعني ايه productivity tools؟ احيانا لما احنا بنطلع حاجه اسمها الاكشن ايتم او المهام اللي اتعملت بناء على الميتنج اللي احنا اشتغلنا عليه دوت، فبالتالي جوجل ميت مش بيديك الادوات ديت. يعني مثلا في سلاك او في فلوك لما تقعد تتكلم وتقعد تحط المهام للتيم بتاعك وتقعد تكتبها، سهل قوي ان هي تترجم لتاسك. فبالتالي جوجل ميت مش هيساعدك في حاجه زي كده. ميزه بقى جوجل ميت ان ملهوش تايم ليميت. ده حتى في البيسك فيتشرز، يعني انت مش محتاج تدفع فلوس عشان يكون فيه تايم ليميت. وده طبعا الجوجل ميت انا نفسي بستخدمه مع التيم بتاعي بشكل شخصي. لو عندنا ميتنج على السريع، وميزته عندنا حتى في مصر بيفتح على الموبايل على طول، سهل، ما بيعملش مشاكل كتير. ولكن انا شايف برضو انك لو هتبتدي بواحد فيهم من ناحيه السهوله وهو جوجل ميت، هتلاقي ان الفروقات ما بين جوجل ميت والحاجات اللي جايه تقريبا مختلفه تماما بقى لو احنا اتكلمنا على سلاك وعلى فلوك، لان هنا الموضوع بيبتدي يختلف شويه وبيبقى حلو قوي. فانت كده عرفت انت ممكن تبتدي بمين فيهم. طبعا لو احنا جينا فتحنا جوجل هانج اوت، اسهل حاجه ان هو دايما بيكون جاهز ومربوط بالجوجل اكونت بتاعك. فلو انت في اي وقت عاوز تبعت ميتنج لاي حد، فتحت جوجل هانج اوت، هو كده كده داخل عندي على الايميل بتاعي، وبتروح داخل مثلا كرييت ايفنت، تحط اسم الميتنج بتاعك وتحط الوقت، تختار مثلا والله انا عندي الايفنت بتاعي يوم 28 من 10 لحد الساعه كذا. لما تيجي تدوس على اد جيست هنا اهو، تحط ايميلات الناس وبعد كده تدوس سيف، واوتوماتيك باعت ايميل لكل واحد من التيم بتاعك. وده كان بالنسبه لجوجل ميت، وسهل قوي 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 انك تعلمه. بس انت كفيرتشوال اسيستنت لازم تكون عارف الفرق ما بين كل اداه والتانيه، عشان لو العميل جه قال لك استخدم انهي فيهم يا حضره الفيرتشوال اسيستنت. كده بقى نخش في الاداه اللي بعديها، الا وهي سلاك. سلاك من اهم الحاجات ان انت كفيرتشوال اسيستنت لازم تكون عارفها، وده مش اوبشن. ليه سلاك مهم؟ سلاك مهم لان ده تقريبا 3/4 العملاء اللي انا اشتغلت معاهم بلا منازع بيستخدموا سلاك. سلاك بيكون حاجه محدده قوي، وبيكون عباره عن منصه عامله كده زي الواتساب. ميزتها ان هي بتديك فيتشرز او مميزات كتيره جدا، بس مش عامله زي جوجل ميت وزوم في حاجات معينه. بتديك مكالمات اسمها 1 تو 1 او جروب كولز، ولكن بتبقى عامله زي مكالمه التليفون، بتصل بشخص بعينه لوحده. بيبقى مثلا عندي الخاصيه ان انا ممكن الاقي اسم حسن محمد، اروح دايس عليه وادوس على كلمه كلمه دلوقتي، اتصل بيه دلوقتي، بدل بقى ما ابعت له انفايت زي زوم او جوجل ميت، خد بقى الايميل وشوف نخش مع بعض الساعه كام. الميزه ان الاداه ديت بتتيح لك التواصل مع الناس عن طريق الكتابه، وفي نفس الوقت كمان تتصل بيهم في ساعتها. هوري لكم مثال. يعني ديت شكل الاداه من جوه. لو فتحنا الصور بتاعه سلاك، ان هي مثلا يبقى شكلها كده، عدد من الاشخاص موجودين، واحد مثلا زي دوت او واحده زي ديت، وعمالين بيتكلموا مع بعض. زي ما انتم شايفين هنا اهو، الاخ دوت بيكتب للاخت ديت وبيرياكتوا لبعض، مثلا بيعملوا رياكت، وممكن تتصل بيها
لو العدد الغرفه بتاعت سلاك فيها 17 واحد، ممكن تتصل بيهم كلهم عن طريق انك بتدوس على العلامه بتاعت السماعه ديت. والميزه بقى كمان لما انت بتبعت لشخص جوجل درايف لينك او كده، فسلاك بيتيح لك انك تربطه بجوجل درايف اكونت بتاعك. فتخيل مثلا كده انت شغال مع فيديو اديتور او مع جرافيك ديزاينر، عمال بيبعت لك كل شويه لينكات، واحنا فاتحين مع بعض الانبوكس دوت وعمالين بنكتب لبعض رسائل كتير، الداتا هتضيع. فبالتالي جوجل درايف بيكون مربوط دايما بسلاك عشان تعرف تعمل حاجه اسمها السيف كيبنج او حفظ الداتا بتاعه الفايلات ديت. الفيرتشوال اسيستنت الشاطر ما يسيبش الحاجه بتاعته مكتوبه في كل حته وفي كذا مكان، هتتجنن من كتر الشغل. فسلاك بيتيح لك حاجه زي كده بمنتهى السهوله. طب هل سلاك ببلاش ولا لا؟ سلاك ببلاش، وديت ميزته. انا كبروجكت مانجر عندي ناس بحب اتعامل معاهم، برشح لهم دايما سلاك لان هو بيتيح لك عدد كبير من الاشخاص. طب نعمل اكونت على سلاك ازاي؟ تعالوا نبتدي بسرعه. انا فتحت هنا اهو slack.com، ده اسم الموقع. خش هنا على get started، وممكن تعمل حساب بالجوجل اكونت بتاعك او الايميل بتاعك. وعاده انت لما بتشتغل فيرتشوال اسيستنت العميل بيبعت لك حاجه اسمها انفايت على التشانل او القناه اللي هي باسم الشركه اللي هو فاتحها، فانت تاسس الحساب. بس لو انت شغال مع كلاينت على ابورك بنسبه كبيره قوي العميل هو اللي هيعزمك، هيبعت لك انفايت على ايميلك ويقول لك يلا عشان تخش التشات روم بتاعت الشركه بتاعتنا اللي هي مثلا شركه محمد المتحده، وتخش معاهم هتلاقي التيم كله قاعد مستنيك. واول ما انت بتخش الروم تبتدي انت تتعامل معاهم وتتكلم معاهم. يعني حتى الفيتشرز اللي هو بيديها لك بتبقى سهله قوي انك تعرف تتعامل بيها. وانا اعرف شركات عملاقه عندها فوق ال 50 واحد بيشتغلوا على سلاك ببلاش من غير ما يدفعوا مليم. تعالى مثلا نقول نسمي الشركه بتاعتنا جنيه ديجيتال. سهل، ادوس على نيكست، اختار الصوره الجميله بتاعتي لان انا طبعا كده كده رابطه بالجوجل اكونت. وهنا هو مثلا بيقول لك هل انت دلوقتي يا صاحب قناه جنيه ديجيتال او مشروع جنيه ديجيتال عاوز تعزم حد؟ الشخص اللي انت معاك ايميل بتاعه تكتب اسمه هنا اهو، وبيبعت له ايميل زي ما قلت لكم بتاعه الانفايت اللي هتدخلكم على التشانل ديت. هنقول له لا والله سكيب الستيب ديت، هنقول له سكيب. تمام كده اهو. هيقول لك طب والله طب ما تدفع فلوس مش عارف ايه الجو ده. لا يا باشا والله انا عايز ان انا استارت بالليميتد فيرجن، ومش ليميتد فعليا بتشتغل بيه بشكل كبير جدا. هنا هيفتح لك المنصه وهتبتدي انت تتعامل بيها. اوكي وتدوس نيكست جيت ستارتد. اي حاجه بقى، تخيل المنظر هنا اهو، بيبقى عندك حسن وعندك محمد وعندك عطيه، عندك ابراهيم، عندك اسماعيل، وتخش مثلا تقعد تكتب لهم اي مسجز. وممكن تعمل تاج لناس عن طريق انك بتدوس علامه الات ويطلع لك اسمه. فانت ممكن تقعد تعمل كذا قناه للتشات وهيبقى شغال معاك بشكل كويس جدا. لو رجعنا تاني هتلاقي ان هو حتى من مزاياه ان هو very user friendly، سهل جدا في التعامل ومش متعب تماما. تمام، وان هو كفري بلان او ان هو ببلاش، يعني هيعجبك جدا. يعني الفيتشرز او المزايا اللي موجوده فيه هنا بقى الانتجريشنز ممكن تربطه حرفيا مع 2000 اداه و2000 ابلكيشن. طب برودكتيفيتي، الانتاجيه بتاعتك ممكن تقعد تعمل لنفسك ريمايندر، زي مثلا كل 5 دقائق اعمل لي ريمايندر ان انا اخش ابعت او تذكير لحسن ان يبعت لي ايميل للكاستمر عن الموضوع الفلاني. فهنا الاداه ما بقتش اداه رسائل بس، ده كمان بتعمل لك مهام زي نوشن وكله في مكان واحد. فده ميزه سلاك. مش عايز اطول عليكم، طبعا انتم ممكن تشوفوا مزايا اكتر لسلاك. وعندك من اكتر الادوات واللي انا ارشح لك وبشده لازم تبقى انت عارفهم كده بيسكس. سلاك مهم جدا 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 وسهل قوي 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 من ناحيه التعلم والاكثرهم انتشارا. لو جينا بقى نتكلم على فلوك بمنتهى البساطه كده، انا حتى حاطط ليتس ديسكاس، تعالوا نتناقش في فلوك هو حرفيا انت كانك بتنقل من شركه فودافون لشركه موبينيل. هو تقريبا يعني سلاك بس على النسخه الاقل منه شويه. انا حتى فاتح لكم المقارنه السريعه عشان برضه ما اطولش عليكم قوي ما بين سلاك وفلوك. هتلاقوا ان تقريبا في حاجات هنا وفي حاجات مش موجوده هنا، فوقف الفيديو في اي وقت
هتلاقي ان الحاجات الاساسيه اللي انا دايما ببص عليها هي الانتجريشنز. وهتلاقي هنا اهو ان هو عامل ليميتد انتجريشنز، يعني الادوات اللي انت ممكن تربطها لو عايز تعمل اوتوميشن للشركه بتاعتك هتلاقي ان هو ليميتد شويه. وهتلاقي هنا اهو في حته البرودكتيفيتي اللي هي ادوات الانتاجيه، هتلاقي ان هو بيعمل لك زي تو دو ليست زي نوشن، لو عاوز تاخد تصويت الناس نوتس. بس برضو انا شايف من وجهة نظري ان فلوك الطلب عليه قليل قوي، ولكن برضو انت ما ينفعش كفيرتشوال اسيستنت ما تبقاش عارف الفرق ما بين سلاك وفلوك. فلوك دوت بالنسبه لك ما هو الا اوبشن، لو العميل بيستخدمه ممكن تستخدمه، وهتلاقي قليل قوي 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 اللي هو بيستخدمه. فممكن تخليه في اخر اولوياتك خالص لو انت عاوز تتعلم الاداه ديت. بس لو انت بتقول لي اتعلم ايه الاول، زوم، جوجل ميت، سلاك، بعد كده فلوك. ونخش في اخر اداه بقى وهي مايكروسوفت تيمز، وديت بتاعه الشركات المالتي ناشونال اللي تقريبا اي شركه في مصر بتستخدم يعني مايكروسوفت تيمز. وخليني اقول لكم السبب ليه، بس انا مش عايز الموضوع يكون طويل قوي. هشرح لكم. هو مايكروسوفت عامله حاجتين، عامله زوم وعامله مايكروسوفت تيمز. المشاكل اللي كانت مش موجوده في زوم، ان احنا نقعد نبعت رسائل لبعض ونعمل اوتوميشنز ونعمل الحاجات دي كلها، هم عملوها في مايكروسوفت تيمز. عشان كده الشركات كلها تقريبا دلوقتي اللي في مصر زمان كانت بتستخدم سكايب، بعد كده راحت لزوم، وبعد كده بقت ماسكه في مايكروسوفت تيمز. دوت الابلكيشن بتاع مايكروسوفت. عامل حاجه عامل حاجه عامل حاجه عامل حاجه عامل حاجه هتلاقوا ان هو عامل زي يعني عامل حاجه سلاك. بس انا شايف بصراحه انه من الابلكيشنز معقده، بس هي بصراحة أمان جدا، ممكن تفتح محادثات مع ناس كتيرة، بيساعدك جدا في الويبينارز بشكل كبير قوي. ممكن كمان بقى الميزة اللي تقريبا مش موجودة عند ابلكيشنز تانية كتير، لو انت بتتكلم مع واحد صاحبك بيخليك تعمل حاجة اسمها تيك كنترول. يعني ايه تيك كنترول؟ انك ممكن لو انت شغال في الاي تي، لما احنا كنا بنشتغل مع بعض في الكونفيجريشن، مايكروسوفت تيمز كان بيتيح للناس ان هم لما افتح معاك كول انا ممكن ابعت لك حاجه اسمها ريكويست ان انا اتحكم في الجهاز بتاعك. فتبقى انت مهندس ومعاك مهندس في مثلا في مصنع في الامارات، وانت في مصر هنا اهو، تبتدي تطلب منه انك تخش على اللابتوب بتاعه لو المهندس ده عنده مشكله في الكونفيجريشن او في تسطيب الراوتر بمعنى اصح، وانت تخش تكتب الاكواد اللي انت عايزها. انا شايف ان هي تقريبا ميزته الوحيده اللي انا حسيت في التعامل فيها. وتقريبا 3/4 الشركات الرسميه اللي في العالم اللي هم بيسموها الفورتشن 500 كومبانيز، شركات زي اي بي ام، اوراكل، فودافون، الشركات الكبيره ديت بتستخدم تيمز. ولكن في عالم الفريلانس دايما بيستخدموا سلاك اكتر من اي اداه تانية. وطبعا في بقى ادوات كتيره جدا، انا شرحت لكم اشهر ادوات، وان شاء الله تكون الحاجه ديت استفدتوا بيها. عارف ان في ناس ممكن تشوف ان الادوات ديت ادوات سهله وبسيطه، ولكن غيركم كتير ما يعرفوهاش. ولو انت فادتك معلومه قول لي انت استفدت ايه من الفيديو، حابب تشوف ايه في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.